لكن كما هو المعتاد دائما تحصل بعض المداخلات، فوصلني يعني استفتاء وجواب. وكما تعلمون يعني بعض النقاشات أو بعض الأمور أو بعض المراجع، بعض المواضيع، بعض المواقف تحتاج إلى شيء من الحياة والروح، فدائما النقاش مع الأموات يكون فيه شيء من الضعف أو ليس فيه لحد ما يعني تحفيز المقابل للسلام والاهتمام، للسماع والاهتمام. فمن هنا ربما كان دخول هذا الاستفتاء لي حتى نواكب حركة الأحياء. وهذا الاستفتاء أيضا من نعم الله علينا أن يعني نناقش بعض أساتذتنا في هذا المقام. فنحن قلنا الجهات 4، والجهة الخامسة هي الأماكن الإعلامية، الفضائيات، الإعلام بصورة عامة. وهنا سنضيف يعني جهة أخرى للنقاش، لكن هي ستدخل ضمن الجهات السابقة. دخل هذا الاستفتاء وحسب يعني الناقل، لا أعرف حسب يعني ثقة الناقل، ظاهر سحب من الإنترنت. يقول: ما هو رأي سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني مدة بعمره بقضية المختار الثقفي من الجانب العقائدي؟ فقد قرأنا أن هناك شبهة على اعتقاد المختار وفي كثير من البحوث التاريخية، فما رأي سماحة المرجع بهذا الكلام؟ أحد مقلديكم النجف الأشرف، مكتب السيد السيستاني، قسم الاستفتاءات، 3 فبراير يعني الشهر الثاني قبل يوم. باسمه تعالى يرجى ملاحظة هذا الجواب، يرجى ملاحظة السؤال والجواب الوارد في مكتب سماحة السيد حفظه الله في النجف الأشرف. جوابا على هذا يذكرون السؤال والجواب الذي موجود في المكتب في النجف. السؤال يقول: هناك ثورات قامت بعد مقتل الحسين عليه السلام، منها ثورة المختار، فما مدى شرعيتها؟ وهل أثنى عليها أحد الأئمة عليهم السلام؟ الجواب: إن خروج المختار وطلبه بثأر الحسين عليه السلام وقتله بقتلة الحسين عليه السلام لا شك في أنه كان مرضيا عند الله وعند رسوله والأئمة الطاهرين عليه السلام، كما ذكر ذلك المرحوم السيد الخوئي في معجم رجال الحديث. فلاحظ. ودمتم موفقين. www هذه العنوان، مكتب السيد السيستاني، قسم الاستفتاءات. هذه جهة أيضا سنكون مضطرين للنقاش معها حتى تكون القضية حية مع من موجود من أساتذتنا أدام الله ظلهم. الجواب الأول على هذا، نبدأ من الآخر. الجواب الأول والجواب الأساس على هذا الأمر هو يعني أرجع الجواب إلى السيد الخوئي ولا رأي السيد الخوئي وإلى ما تبناه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث. فالنقاش مع السيد الخوئي سيكون نقاش مع أستاذنا السيد السيستاني، هذه القضية واضحة. وهذا أيضا يعني يورد إلى الذهن، ونستحضر ما ذكرناه في بعض مقدمات الكتب أيضا عندما يعني طلب منا أن نناقش الجميع وهذه قضية غير ممكنة، فقلنا نأخذ من يعتقد بأنه الأرجح، بأنه الأعلم، بأنه يعني المسلم عند الآخرين بأنه الأعلم. وذكرنا يمكن ذكرنا نسبة سابقا بأن من موجود حاليا من يعني يدعو ويعتقد بمرجع السيد الخوئي وبعلم السيد الخوئي ولا زال يعني يمضي هذا الأمر ويثبت عليه ويبرأ الذمة بذاك التقليد. قلنا بأنه لا يرتقي، يمكن كانت النسبة أكثر من 60% حسب ما أذكر، ربما الآن نقلل من النسبة أكثر من هذا. فليس عندهم شيء يعني
هذا من الأمور التي يعني حكيناها سابقا ونذكرها أيضا الآن. يعني عندما يعني من آثار العالم، نرجع إلى مثال أبسط، من آثار الأرض عندما تقدم على شراء أرض للزراعة تبحث عن، يعني تذهب إلى الأرض، تقلب الأرض، تجد صلاحية الأرض، من أين تتكون المياه، مصادر المياه. فإذا كانت الأرض تحكي عن نفسها، الأرض لها آثار تقول لمن يقدم على الشراء هذه صالحة للزراعة وهذه غير صالحة للزراعة. فما هي آثار العالم؟ كيف تعرف العالم؟ كيف تتفاعل مع العالم؟ كيف تناقش العالم؟ فعندما لا يمتلك العالم أي أثر في الخارج، فكيف يكون النقاش مع هذا العالم؟ هذه قضية المفروض تكون عندنا يعني معروفة. أول شيء تطرح الأثر، وبعد هذا تكون المقارنة بين الآثار. أما من لا يمتلك الأثر أصلا فهذا لا يدخل في مقام المناظرة والنقاش. هذه قضية ردنا الإشارة إليها، ويعتبر جواب على ما وصل إلى من الاستفتاء. سيكون النقاش مع السيد الخوئي قدست نفسه الزكية هو نقاش مع السيد السيستاني، السيد الأستاذ السيستاني حفظه الله. والآن أيضا قبل قليل، يعني حتى لا يكلف نفسه زيد أو عمر من الناس أن يجيب على من هو المختار، يقول كما قال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث. إذن ما هو عملك؟